ريحة البسبوسة روعة. بسبوسة في 10 دقايق، يعني أسرع صينية حلويات تعملوها في وقت إن شاء الله. كله في البولة على بعضه زي ما ده شكل البسبوسة ما شاء الله، في منتهى الجمال وريحتها وطرية وما شاء الله حمرة من فوق ومن تحت، سمكها كمان مناسب. ده شكل البسبوسة وما شاء الله حاجة زي الفل. أسرع صينية حلويات تعملوها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على طول في مقادير البسبوسة وطريقة العمل. معايا في طبق عميق زي ده أو بولة كوبايتين من دقيق السميد، عليهم نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص كوباية سكر، طبعا بنوحد كوباية المعيار، 3 معالق كبيرة جوز هند، هنخلط المكونات الجافة. عملت البسبوسة في رمضان اللي فات، كانت طريقة غير دي، كانت حلوة جدا. ودي طريقة تانية أسهل منها، في دقايق بتعملي أحسن بسبوسة. كده خلطنا المواد الجافة، نص كوباية سمنة، والسمنة بنفكها بس متبقاش لا سخنة ولا دافية حتى. هنخلط خليط البسبوسة بالسمنة، طبعا ما بنبالغش في الخلط وما بنعجنش عشان البسبوسة ما تطلعش ناشفة. بنخلط السمنة بكل دقيق البسبوسة عشان دقيق البسبوسة كله يري سمنة. 3 معالق شربات كنافة او الشربات اللي بنعمله عموما، ولو فيه عسل ابيض، لقيت العسل اللي عندي مش هيكفي، حط 3 معالق عسل ابيض. ومعايا ريحة السمنة البلدي، هحط حوالي معلقة صغيرة، وهنخلط العسل وريحة السمنة بالخليط كله برضه. اخر حاجة معايا نص كوباية لبن بدرجة حرارة الجو او الغرفة او المطبخ، مش سخنة ولا باردة من التلاجة. بنخلط اللبن بعجين البسبوسة بالشكل ده، خلط بس ما نعجنش عشان البسبوسة ما تنشفش. معايا صينية دهناها سمنة، هنزل فيها الخليط ونفرده. نفرد الخليط بالشكل ده. دي البسبوسة بنهزها كده هزتين 3، وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص. لما تحمر من تحت نشغل الشواية ونحمرها من فوق. على ما البسبوسة تخرج من الفرن كنا عملنا الشربات. شربات البسبوسة بيبقى خفيف وسخن. معايا في البولة دي كوباية وربع سكر، هحط عليهم كوباية ونص مية، ولما يغلوا هننزل عليهم عصير نص ليمونة، وبعد 10 دقايق هنحط الفانيليا ونطفي النار. ده الشربات عصرت عليه الليمون اول ما بدأ يغلي، وبعد 10 دقايق هحط له الفانيليا وهنطفي عليه. دي البسبوسة بعد 30 دقيقة خرجت من الفرن سخنة والعسل سخن.
ريحة السمنة اللي حطيتها للبسبوسة عاملة شغل جامد، حلوة جدا، ريحة البسبوسة روعة. هنحط كل العسل للبسبوسة لان هي هتشربه، عاملين كوباية وربع بس. هنغطي عليها عشان تبقى طرية ما تنشفش. 10 دقايق تشرب العسل وهنشوفها تاني. انا حطيت الشربات عليها، شوفوا ما شاء الله شربت الشربات وزي الفل اهي. بسبوسة في 10 دقايق، يعني اسرع صينية حلويات تعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه سخنة، المفروض ما تطلعش دلوقتي ان شاء الله. ده شكل البسبوسة اهو، نص ساعة في الفرن، ما خدتش يعني تجهيزها ما خدش 5 دقايق. كله في البولة على بعضه زي ما شفت حضراتكم في اول الفيديو. والفرن ما خدش نص ساعة، ما كملهاش يعني نص ساعة دقايق كمان، و10 دقايق بعد ما حطينا العسل. وده شكل البسبوسة ما شاء الله في منتهى الجمال، وريحتها وطرية وما شاء الله حمرة من فوق ومن تحت، سمكها كمان مناسب. يعني تحاولي لما تعملي كوبايتين تشوفي صينية مناسبة تنفع للكوبايتين، ما تبقاش لا تخينة ولا رقيقة. ده شكل البسبوسة وما شاء الله حاجة زي الفل. يا رب الفيديو يعجبكم وان شاء الله تجربوه. اسرع صينية حلويات تعملوها على طول، وزي ما قلت تبقى سخنة وحلوة قوي بعد الفطار على طول او لضيوف. كل سنة وحضراتكم بألف خير، ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.